اختبار طول، اختبار طول، اختبار طول. No? Wrong? Huh? The shirt has to be inside. يا سلام، ما ينفع كذا، لازم تحطه جوا. You have to take me to work. تفضل حط الفلاور. هذه طبعا ساكورا، الوردة المشهورة في اليابان اللي دحين موسمها شهر مارس شهر ابريل. اوكي، ايكو. شكرا شكرا شكرا. طيب، فأول خطوة هي موضوع الرص. كل الموظفين تقريبا 22 إلى 25 موظف يكونوا واقفين مرصوصين طابور بانتظار وصول القطار. بحيوا القطار لما يجي، أو بحيوا الركاب اللي في القطار. شوفوا سرعة تنظيفه الآن، متدرب بالحرف وبترتيب معين وبدقة معينة كيف يقوم بترتيب وتنظيف هذه الأجزاء كلها بسرعة معينة وبترتيب معين. وهذا نظام الكايزن كله مدروس. بسأل الراجل بقول له أنتوا يعني لأي درجة حاسبين؟ أنا ماني فاهم يعني، شفتهم في المقطورة شغال بنظام وترتيب واضح. قال لنا أنه دارسين لدرجة أنهم حاسبين كم يأخذ وقت تنظيف الصف الواحد. فقال لي الصف الواحد يأخذ تنظيف 8 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 ثواني. 8 ثواني. هذه الدقة الشديدة في الجزئيات في العمل يقدر يضمن لك، وهذا هو اللي ضمناه الشركة هذه اللي مسؤولة عن تنظيف القطارات، أنه ننظف القطار كله لما نيجي على المحطة في 7 دقائق. 7 دقائق الموضوع يكون كله منتهي. وما بنتكلم على قطار ولا قطارين، بينظفوا أكثر من 300 قطار في اليوم الواحد. بينظفوا 1400 مقطورة زي دول. 1400 زي دول بتتنظف يوميا. طوكيو يركبها 750 ألف راكب في قطارات، فما بنتكلم على قطارات فاضية وما بتستخدم، لا بنتكلم على عدد كبير. فلا يوجد عذر، ما في عذر إنه زحمة وعندنا ناس كثير وما نقدر ننظف، لا. تفكروا عشان يوصلوا لده. هذا مو اعتباط اللي حاصل الآن. السرعة والنظام اللي شغال فيه حصل بتفكر وتدبر وهدف ورؤية وتحسين مستمر وكايزن. لا يكفي توفير مواصلات عامة فقط للناس، يجب توفير مواصلات عامة تكون نظيفة أيضا ومؤهلة أنه يركبها كل الناس، الفقراء والأغنياء. ولا يكفي أن توفر مواصلات عامة لا يحافظ عليها أيضا الناس. يعني هذه مش بس النظافة، أيضا الشعب محافظ على الموضوع ده. شوفوا المقطورة شكلها كويس. الناس اللي بتدخل عادة، مش كلهم ولكن عادة، بتشيل حوايجها بنفسها، بتشيل قاذوراتها بنفسها، ما تلاقي المكان كله وسخ. فهذا يسهل عملية التنظيف. الشعب محافظ على هذه النعمة والدولة موفرة لهم هذه النعمة. تحالف، لا يوجد تطور ولا يوجد نهضة ولا يوجد أي شيء بالحكومة لوحدها ولا يوجد أي شيء بالشعب لوحده. الاثنين يشتغلوا مع بعض. خلصوا، انتهوا، حيترصوا 6 دقائق و5 ثواني، أسرع من المرة الماضية. احنا صورنا قبل دي أخذوا 6 دقائق و50 ثانية. خلصت التجربة وشفنا الإبداع والإحسان في العمل. الآن إيش هي الرسالة للمشاهدين؟ الرسالة هي قدرة العقل البشري. قدرة العقل البشري إذا تفكر أن يصل إلى حلول لمشاكل البعض يعني قد يجد لها 1000 عذر. والله عندنا قطارات كثيرة، عندنا ناس كثير، ما حنقدر ننظف وسط الزحمة. كلها أعذار. ولكن العقل البشري إذا تحرك، العقل البشري إذا تفكر، قادر أن يجد حلول قد لا تخطر على بال بشر. وهذه هي الرسالة هنا، والرسالة مهمة للمشاهدين ولي ولكم جميعا. العقل الياباني ليس بأحسن وأفضل من العقل العربي، بالعكس. حتى يعني عفوا اللي يتعامل مع الياباني لوحده كفرد حيحسه أحيانا ضايع يعني.
العقل الياباني يظهر في الجماعة، بس لوحده تحسه ضايع. العقل العربي ليس أقل ذكاء، بالعكس عندنا نوابغ في العالم العربي لا ينقصها شيء، والشباب لا ينقصهم شيء. الفرق أنه هذه بيئة ثمنت العقول وأعطتها مجال أن تبدع وأن تحيا وأن ترتقي، بينما توجد بيئات أخرى العقل مهما كان ذكي البيئة تطمس هذا العقل وتضمره. مهما كانت البذرة صالحة، مهما كانت صالحة، إذا وضعناها في تربة فاسدة لن تنبت. وهذا هو المشكلة اليوم. المشكلة ليست في العقول العربية، المشكلة في بيئة تحتضن هذه العقول. لذلك الله سبحانه وتعالى سيسأل بني آدم ماذا فعلتم بهذا العقل؟ هذا العقل الذي أعطيته فقط لكم، فقط لبني آدم من كل المخلوقات في العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى سيسأل كل فرد منا على مستوى الأفراد، على مستوى الشعوب، على مستوى الدول: ماذا فعلتم في هذا العقل لخلافة الإنسان في الأرض ولتحسين حياة الإنسان في الأرض؟ هل استخدمتم هذا العقل أم طمرتوه وكبتوه وكتمتوه؟ هذا هو السؤال.